دايما بسمع كلمة إيذاءات نفسية، وبحس إنه إحنا ممكن كستات نكون بنتعرض كل يوم لمواقف بتحصل في حياتنا يكون بيحصل فيها إيذاء نفسي وأنا مش واخدة بالي. يعني فجأة ألاقي مودي هو اللي اتقلب، ألاقي نفسي سكت في حاجة اتقالت لي خلتني متضايقة وأنا مش عارفة إيه. فعايزة نعرف إيه نوع الإيذاءات النفسية دي يا سلمى علشان نبقى فاهمينها. بصي ببساطة، الإيذاء النفسي ده جرح مش متشاف، لا انت شايفاه ولا حد غيرك شايفه، بس انت حاسة بوجع بس مش عارفة هو جاي منين. لأنه وارد جدا ما يبقاش بصريخ ولا بصوت عالي ولا بضرب ولا بحاجة واضحة ملموسة. يعني أوقات كتير ممكن ستات تشتكي إنه أنا مش مرتاحة في علاقتي مع فلانة مثلا أو فلان أو أيا كانت العلاقة، لأنه أنا ممكن أتعرض لإيذاء من صاحبتي وأنا مش عارفة، ممكن أتعرض لإيذاء من جوزي، من أخويا، من أبويا وأنا مش عارفة. بحس إني مش مرتاحة، بحس إن طاقتي بتتشفط، بحس إني اتخنقت بس مش عارفة في إيه. وارد جدا يكون كلام هادي بصوت واطي بشوية حكمة، بس هو بيأذيني. يعني مش لازم الإيذاء ده يبقى حاجة بصوت فيها ولا بصريخ، فيها مش خناقة، يعني إطلاقاً مش حاجة باينة اطلاقا. الشخص المؤذي غالبا بيبقى قادر ان هو يستخدم التكنيكس بتاعته في ايذاء الاخر من غير ما حد يعرف يقول له انت طب غلطت. يعني ممكن تحصل في صورة ايه؟ ممكن تحصل في صورة اهمال شديد، ما تبقيش عارفة تقولي هو، ما تبقيش فاهمة هو في ايه. ممكن تحصل بصورة سيطرة وتحكم يفقدك قدرتك على انك يبقى لك صوت، فتبقي حاسه انك دايما صوتك ممسوك، رايك محبوس. حتى ابسط الحاجات، حتى لو قاعدين في مكان وبتطلبوا حاجه تشربوها ممكن تكوني ما تعرفيش تقولي انت هتشربي ايه وانت مش فاهمه انه ده ايذاء اصلا. تحكم. انت مش فاهمه، انت على فكره ده ممكن يتصدر لك بانه حب، انا بحبك وعارف انك بتشربي كذا فهجيبهولك. تخيلي ان ممكن الست تبقى فاهمه انه السيطره والتحكم اللي هم ايذاء نفسي ده اهتمام، بتقعد كده كتير قوي بقى عبال ما تكتشف. وتاني انا مش بتكلم عن علاقة الرجل بالمرأة، انا بتكلم عن المرأة تجاه اي حد، مرأة مع مرأة، يعني ست وصاحبتها، ست واختها، ام وبنتها، بنت وامها. ممكن، ما انا حسيتك استغربتي، بس ممكن جدا يكون الام عندها اضطرابات في شخصيتها، مشاكل قديمة غصب عنها هي بتتعامل بيه، هو ده الديفولت بتاعها، هو ده، هي دي طبيعتها، بس هي بتأذيني بشكل معين انا مش قادره افهم انه ده ايذاء. طب يعني سلمى انت كده بتخليني يعني افكر شويه، انا ازاي احس ان اللي انا حاساه ده انه حصل لي ايذاء نفسي اصلا؟ احساسك انه انا ليه دلوقتي مش مرتاحه، انا ليه خارجه معاكي يا ليليان وقايمه من الخروجه مش مبسوطه، مع ان احنا جينا المكان اللي انا بحبه وقعدنا القعده اللي انا بحبها وانتي الشخص اللي انا بحبه، فليه ممكن اقوم مش مبسوطه؟ اكيد في حاجه حصلت. لما اقوم من ده وانا حاسه ان طاقتي مش مظبوطه، مسحوبه بقى، بيقولك دلوقتي طاقتي اتسحبت، يبقى بالظبط، يبقى اما انه الشخص ده شفط طاقتي خدها ليه هو، يعني حكيتي لي عن كم مشاكل كتير 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 وما ادتنيش فرصه انا كمان اخرج، ده وارد جدا، ده نوع من انواع الايذاءات الغير مقصوده، بس ده ايذاء. الاهمال العاطفي ايذاء شديد جدا، ان انا ابقى بتفه وبقلل من اي حاجه انت حاسه بيها، انت عندك شعور معين ما ينفعش ان انا اقلل منه، فبالتالي انت نفسك هتتهزي، هتحسي انه في عندي حاجه غلط. بس على فكره ممكن 2 صحاب يعملوا كده مع بعض بهدف انها مش بتقلل منه، بس مش عايزه صاحبتها تحس انه الموضوع كبير، فما تافورش، فبتحاول تحسسها انه هو حاجه بسيطه. الجزء العملي في الحته دي اللي انت بتتكلمي منه ده منظور شويه عملي اكتر مطلوب، ولكن من غير ما احسسها انه احساسك ما كانش في محله. لانه ده هتبقى بتناقش معاكي شعور مش انفعال، هي مش منفعله، انت منفعله هتهديها، لكن حاسه بحاجه بتقولك انا زعلانه، مش هتناقشيها في الزعل. خلاص هي حسيته. طيب هل ممكن واحده تكون بسبب ايذاء نفسي وهي صغيره هي بتتصرف وهي كبيره بسبب حاجه حصلت لها وهي مش مدركه ده؟ ممكن جدا، وهتفضل مش مدركه ده الى ان يحصل مواجهه نروح فيها للتريجرز اللي عندها ونفتح وهي تفتكر، لانه هي حقيقي ما بتبقاش فاكره ايه اللي حصل ولا انه ده اصلا اثر فيها. لانه على فكره الطفله وهي طفله ممكن تتعرض لاشكال كتيره جدا من العنف او من الايذاء وهي مش مدركه ده ايه خالص، وهي كبرت وهي فاهمه انه ده العادي، هو ده الديفولت. العادي ان انا لما الاقي حد بيعاملني بطريقه مش كويسه او فيها تقليل مني، انا احاول اكوب واظبط نفسي عليه، لكن مش هرفض.
عشان انا من وانا صغيره اتعودت على ان دي الطريقه اللي انا بتعامل بيها. او العكس بقى، ان انا ابتدي افكر او يبقى وعي اوسع شويه، وشفت نماذج مختلفه من الناس بتتعامل بطريقه فيها ادميه، ما فيهاش تقليل من شأني، ما فيهاش مقاطعه ليا طول ما انا بتكلم، ما فيهاش نظره ساخره قدام الناس او حتى لو مش قدام الناس. فابتدي التفت لانه ده شكل من التعاملات. ايه ده من الناس فاقارنه بقى بالحاجه اللي انا كنت قبلها، وانا اصلا انا ليه كنت قبلها. تبتدي تقارني هو انهي العادي. ففي الحاله دي برجح دايما انه يبقى عندي حد اقدر اتكلم معاه، صديقه، اخت، معالجه، معالج، يعني اقدر اقول هو فين الصح. ما انا في اللحظه دي خلي بالك ببقى مش واقفه، بس انا بخرج من الايذاءات دي ثقتي في نفسي مهزوزه تماما، ما عنديش قدرة على ان انا اخد قرار. ممكن جدا الشخص المؤذي يكون ربى فيا اعتمادية شديدة، لاني انا ما بقدرش اتحرك غير من خلاله، مع العلم ان نفس الشخص اللي ربى الاعتمادية دي هو اللي هيبقى متضايق منها وبيقول شيء مخنق ان انا معايا بارتنر مثلا اعتماديه للدرجه دي، مع انه هو اللي ربى ده. يعني ممكن واحد يعود مراته انه هي تعتمد عليه في كل حاجه، وانه هي مش هتعرف تاخد قرار لوحدها، فبالتالي هي بتطلب منه كل حاجه، يجي فجاه يتخنق منها من طريقتها، مع انه هو كده مع انه هو اللي خلاها كده. بالظبط، خلاها كده بقى ايه، مش حبا في ده، هو علشان يعني ما تقدرش تحس ان هي ممكن تستغنى عنه، او ان هي تعيش لوحدها، او ان هي تقدر تتعامل وتواجه العالم لوحدها. لا، هو لازم يبقى هو اللي في الصدارة. عادة ده ما بيكونش شخص متزن، يعني هو مؤذي، بس انا هقول برضو هو شخص غير متزن، عنده مشكلة ما، أزمة ثقة، خوف من الفقد، هو عايزها تبقى ماسكة فيه جدا 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 عشان ما يفقدهاش. هو تعامل مع الموضوع بشكل غلط. وعكس الاعتمادية ان هو يكون رامي عليها كل الحاجات، هو شايل ايده تماما، شايل ايده من يعني كل الحاجة وعكسها الاتنين إيذاء. لانه احنا كده مش متوازنين، مش واقفين مع بعض، مش بنعمل الحاجه مع بعض. فالحالتين هيوصلوا لنفس النتيجه، هيخلوني يا اما طول الوقت مضغوطه، ولو قصرت ففي جلد هيحصل، او ان انا ابقى مهزوزه، مش بعرف اتكلم، مش بعرف اتعامل مع الناس، علاقاتي محدوده. والشخص المؤذي دايما بيحب الشخص اللي بيقع عليه الاذى علاقاته تكون محدوده جدا، سواء بقى اهله، عشان يفضل هو معتمد عليه وهو اللي في الصوره، هو الباب الوحيد اللي عنده. ايوه. طيب سلمى، لو انا واحده دلوقتي بعد الكلام اللي انتي بتقوليه بدات افكر انه في حاجات كتيره في حياتي انا اتعرضت فعلا فيها لايذاء، وانه انا بتضايق بسببها، ازاي ابدا رحله التعافي من الايذاءات، وازاي كمان اعرف اتصرف مع الشخص المؤذي بطريقه اللي هي ما اخسرهوش، لان خلي بالك في علاقات انت مش هتقدري تتخلي عنها طبعا. بالذات لو مثلا زوج وزوجه، اتنين مثلا بيست فريندز، اصحاب قوي، 10 سنين، اخت واختها. فازاي انا اتعافى واحمي نفسي وفي نفس الوقت ما افقدش الشخص؟ بصي، خلينا نبدا من كلمه احمي نفسي. هو ده الباب اللي هنقدر نحافظ بيه على العلاقة دي، انك مش هتبقي مركزة في ان انا عايزة اغير التاني، عايزة اصلح من التاني، لانه ده مش بايدك. على اعتبار ان انتي خدتي نسبة كبيرة من الوعي وفهمتي ان انتي كده معرضة للايذاء، لو فكرتي من منطلق انه انا ليه ما غيرهاش، ليه ما خليهاش تصلح من نفسها، انتي هتبذلي مجهود كبير قوي في غير محله، فانتي هتحرقي بنزين في غلط. احرقي البنزين ده وبذلي المجهود ده مع ليليان، معاكي انتي. يعني ما احاولش اغير البني ادم، لكن اشتغل على نفسي. صعب قوي انك تغيري شخص. صعب قوي الا لو هو اللي عايز وهو اللي خد القرار ده. تمام. هتشتغلي على نفسك بانك تعملي باوندريز، تعملي لنفسك حدود. اعمل حدود صعب تخترق من غير ما تخسري الطرف التاني. علشان تعملي ده محتاجه الاول تفهمي انتي ايه اللي بينفع تقبليه وايه اللي لا يمكن تقبليه. ايه الحاجه اللي لما بتعمليها الطرف التاني بيجبرك انك تعمليها بشكل غير مباشر، بتحسي بعدين انت مخنوقه، انت عملتيها خلاص والماشن دن، بس انت مخنوقه، ما اتبسطتيش. تكوني على درايه ايه اللي بيريحك، ايه اللي بتحبيه، ايه اللي هتعمليه وانت مرتاحه، ايه الحاجات اللي بتفرق مع ليليان لو حصلت. بتحبي المفاجآت، ما بتحبش المفاجآت، حاجات بسيطه قوي انت الوحيده اللي عارفاها بالظبط. هل انا بقى من حقي كطرف تاني ان انا احس ان اللي انت بتعمليه ده غلط او زياده او محبكاها مثلا شويه، مزوده في الموضوع؟ لا، ده مش من حقي، ده مش حكمي.
ده حكمك انت. طب انا هقبل؟ اكيد لا في الاول بالظبط. لازم اكيد هيحصل صدام والشخص الطرف التاني هيحس انه انت اللي اتغيرتي مش انا. انت اللي اتغيرتي، انا ما عملتش حاجه. في الحاله اللي زي دي هل المفروض اشرح ولا ما اتكلمش؟ في الحاله اللي زي دي المواجهه هتخسرك تماما الطرف التاني. اوكي. لان انت بتضربيه في حتت هي اصلا موجوعه. فاحنا هنركز قوي على ان احنا بنقول جمل قصيره مفيش بعدها مبرر. يعني هتقولي لي مثلا، هقول لك يا ليليان انا هعدي عليكي دلوقتي وننزل نروح نشرب حاجه، انت مش عايزه تنزلي، في العادي انت هتنزلي بغض النظر عن رغبتك، فانت النهارده هتقولي لي لا انا مش قادره. عارفه لو قلتي لي لا معيش عربيه انا هاجي اخدك، لا اصل انا مش عامله شعري، لا انا هاجي اظبط، لا مش مهم لميه هديكي مع كل حاجه بتقوليها حل. فهتبقي عندك حاجه اسمها جهد تبرير، انت عماله تطلعي في مبرر ورا مبرر. فانت مع انك لو قلتي اجابه واحده انه لا مش قادره انزل مش عايزه انزل، طب ما هيتقال لي مش قادره ليه؟ عادي على فكره، في ناس كتير عندها هذا النوع من الفضول. بس ساعتها هتكرري نفس الاجابه او انا جايه لك لو مش هتفلتي مني لا. بصي فكره انك تكرري نفس الرد القصير اللي من غير توابع في كل سؤال بتقفل باب النقاش عند الطرف التاني، فهيحسوا مش لاقي حاجه يقولها. بس سلمى بصي انا يعني بحاول كده وانتي بتتكلمي احط نفسي في الموقف واتوقع رد الفعل اللي جاي. انا كده تحولت من حد لذيذ لحد اتم بصراحه، انه يعني انتي متعوده ان انا في اي وقت هتقولي لي يلا هقول لك يلا، وانا عارفه ان انا النزول معاكي مثلا مش انتي طبعا مع الشخص الطرف التاني بيجهدني وبيستنزف طاقتي وبيسحب الطاقه، فانا دلوقتي بقيت لا مش قادره مش عارفه ايه. يعني التحول ده برضو مش سهل ان حد يقبله. اكيد بس انتي مش هتعملي ده كل مره. لانك مش كل مره مش هتبقي عايزه، بس انتي ممكن النهارده حقيقي انتي مش قادره حتى تيجي على نفسك، فمن حقك انك تسيبي المساحه دي، يعني محتاجه تاخدي المساحه دي. كونك انا بقول لك اجابات قصيره مش بأتامة، بالعكس ده بطريقه مهذبه جدا وهاديه وما تخسريش بيها الطرف الثاني، لان احنا عايزين نحافظ على العلاقات مش ندمرها، نحافظ على العلاقات من غير ما نأذي نفسنا. فانا هحط نفسي قدامي حاجه مثلا ازاز انا شايفه بيها الناس وبكلمهم وكل حاجه، بس لو انا دلوقتي مش قادره حد يخش يحط ايده عليا. تمام. طب انا كده عرفت ازاي هحمي نفسي، ان انا هحط الحدود وكده. انا بقى ازاي اتشفي بقى من الايذاءات دي؟ يعني انا حميت نفسي من اللي جاي، اللي حصل ده اعمل ايه في نفسي؟ هسامح وهسلم انه دي حاجه انا تعرضت لها وانا ما كانش ليا يد فيها. لانه لو اتكلمنا مثلا، بس مش عايزين نخوض قوي في الموضوع ده، ايذاء نفسي وحد صغير تكون بنت مثلا اتعرضت لتحرش مثلا، اوقات كتير قوي بشوف ناس كبيره فاهمه انه ما انا اللي اديته الفرصه. لا حبيبتي انت ما اديتلوش الفرصه، انت كان عندك 5 سنين، انت كان عندك 7 سنين. فرصه ايه اللي انت خدتيها؟ انت خوفك من الموقف لوحده ده قصه تانية خالص، فدي تروما. ففكره ان انا ابقى عندي جوايا حته كده بتقولي انا كان ليا يد في ده، دي محتاجه تروح من عندي خالص. اطلع نفسي انا من احساس بالذنب وجلد الذات. والاحساس بالذنب ده هو من اكتر الحاجات اللي ممكن تبقى شافيه في الموضوع ده وبتخلينا نتعافى. الموضوع بيجي بشكل بسيط جدا، ان انا افكاري عن نفسي هصلحها. انا واخده عن نفسي افكار معينه، عارفه ان انا غلطت في كذا، اصل انا ما كانش المفروض اعمل كذا، انا شايفه نفسي قليله في كذا فبقبل بكذا. ليه اقبل بالمينيمم؟ عشان انا حاسه ان انا عندي ديفو، بقبل باقل حاجه ممكن تكون في علاقتي بالشخص التاني. لو بعد زعلنا وغلطنا في بعض او غلط فيا او غلطت فيا او سمعت كلام صعب جدا تجيب لي كوفي، فانا هحس انه شكرا على ايه، احنا لسه عاملين عمايل صعبه قوي. القهوه ما لغتش الاحساس بتاعي، بس انتي عملتي لي حاجه ماديه مضطره اشكرك عليها. ابقى فاهمه بقى كويس قوي انه ده نوع من انواع التلاعب، ولما ابقى فاهمه ده هعرف احمي نفسي بعد كده من فهو الموضوع كله يا سلمى معتمد على درجه الوعي بتاعتي ودرجه فهمي لنفسي ودرجه فهمي للتصرفات اللي بتحصل حواليا. ازاي اقدر اقيم الشخص ده بيتصرف معايا من منطلق محبه ولا من منطلق سيطره وايذاء وتسلط وحاجات كلها عشان يرضي بيها حاجات عنده هو مش عندي انا، مش ليا انا. شكرا يا سلمى.